الأحد 9 تشرين الأول 2016. صباح الخير مشاهدينا وأهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة اليوم. لا تبدو صورة المشهد الداخلي قابلة لأي اتضاح في الأسبوع المقبل أو حتى في الأيام العشرة المقبلة التي تتداولها دوائر سياسية مختلفة كمهلة مرجحة لاستكمال الرئيس سعد الحريري تحركاته الخارجية والداخلية في سياق مسعاه لاختراق الأزمة الرئاسية في لبنان، وذلك أن مناخ هذا التحرك والمواقف السياسية منه اتخذت في الأيام الثلاثة الأخيرة طابعا متزايدا من التعقيد. وعشية بدء أسبوع آخر من أسابيع تشرين ترسم بعض الأوساط صورة لا تؤشر حتى الآن على الأقل إلى معطيات كافية حول بت الاحتمالات القاطعة المتصلة بمصير جلسة 31 تشرين الأول، وإن كانت بعض الأوساط تلفت إلى أن عدم اتضاح الخط الواضح لمسار الجهود والمشاورات السياسية سيبقي الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. هذا محليا. أما دوليا فقد استخدمت روسيا بالأمس حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي، فيما عرضت روسيا مشروع آخر أمام المجلس يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، هذا في وقت تتواصل فيه المعارك في الميدان في مدينة حلب. للحديث عن كل هالتطورات المحلية والإقليمية والدولية بيسعدنا نستضيف بالسياسة اليوم مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات الأستاذ رفيق نصر الله. صباح الخير أستاذ رفيق، أهلا وسهلا فيك بالسياسة اليوم. رح نبدأ من الحدث الأبرز ما جرى بالأمس بمجلس الأمن الدولي، يعني كان في مشروع قرار فرنسي بيدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران بأجواءها، وإنما روسيا مثل ما صار معروف استعملت حق الفيتو وطرحت بالمقابل مشروع قرار أيضا رفض يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب، ويدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية. يعني شو الفرق اليوم بين المشروع الفرنسي والمشروع الروسي؟ هل فقط الموضوع القصف الجوي هو المشكل؟ لا، أنا برأيي لازم نتحدث بما هو أعمق من ذلك كدلالة عما جرى وما سيجري أيضا. هذا بدل على أنه ما في حل الآن حقيقي للأزمة السورية، ما مثل ما تداول البعض وحتى بعض جماعتنا من المحللين وغيره لما تحدثوا عن الاتفاق الروسي الأمريكي بكثير من الإيجابيات وبلشوا يبنوا تصورات على وكنا نقول أنه بعد ما في مؤشرات حقيقية وواقعية بتشير على أنه في حل للأزمة. هيدا بدل على التناقض القائم الآن بالمواقف بين القوى المعنية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي حيال الأزمة. أنا برأيي بالميدان نحن في منطقة خط التماس، بما معنى أنه في خطوط تماس مرسومة الآن تقف وراءها القوى المتقاتلة كما تقف وراءها القوى الإقليمية الداعمة، كما تقف وراء هذه الخطوط القوى الدولية المعنية. يعني تحديدا الروس والأمريكان وبنزل نزول لغاية المقاتلين اللي عم بيقاتلوا الجيش السوري. أيضا بمجلس الأمن هذا بدل امبارح على أنه كان في خط تماس، في تناقض كبير ما بين موقفين كبيرين، روسيا ومن معها والولايات المتحدة الأمريكية ومن معها. هيدا انعكاس على أنه شو بيقول أنه ما في حل. يعني كل اللي عمال نتداوله من كلام وقف إطلاق النار، لا منطقة عازلة، لا خط طيران، لا غير كل هالأمر بدل على أنه ما في حل، وعلى أنه الميدان سيشهد تصعيدا كبيرا خلال المرحلة المقبلة لتوصل إلى مرحلة ماني شايفها قريبة هلا بهذا الأفق. يعني قبل بلورة الانتخابات الأمريكية، قبل ما تتشكل الإدارة الأمريكية، قبل ما تشوفي مين اللي جاي على وزارة الخارجية الأمريكية بالعهد الجديد، مين اللي وزارة الدفاع، شو المجموعة اللي حتمسك القرار، مين الأشخاص اللي حيمسكوا أزمة الشرق الأوسط، يعني شو اتجاهاتهم، هل بيعودونا لنقطة الصفر بالموضوع الإقليمي ككل. يعني أنا شايف الإقليم كله ما زال في حالة اشتباك، ومثل ما انك شايفي هلا عم تتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية سواء ما جرى في اليمن
كمان امبارح، سواء هلا بسوريا او ما قد او حتى بالعراق. كمان الخلاف حول الموصل، وهيدا اللي انا برايي بيعكس حقيقه الصراعات الاقليميه والدوليه وما سيرسم من خرائط، حتى نعرف ليش الخلاف حول الموصل. نعم. شو بده التركي، نعم. شو بده العراقيين، شو بدهم الايراني، شو بده الامريكان، الروسي. يعني نحن بمنطقه الاشتباك الان. فبالتالي ما تتوقعي لا قرار مجلس امن واقعي حقيقي قابل للتنفيذ، ولا تفاهم امريكي روسي. بالعكس، نحن شفنا اعلن التفاهم والامريكان طلبوا انه دخيلكم ما تنشوا، ما مضى 3 ايام 4 ايام نسف تماما ورجعنا لوراء اكثر مما كان عليه الواقع. ولكن الجيش السوري كان هو اول من اعلن انهاء الاتفاق وانهاء بالدبلوماسيه انت ببعض بتستعملي انت تكتيكات. اعلن انه احسن ما يبين انه هو ما بده، اعلن انه بيعمل الهدنه، وكان جزء من التكتيك اللي مع الروسي لكشف مسألة النصرة. هل بتنفصل أجزاء منها مثل ما هلا عم بيشتغلوا عليها، أجزاء منها بتنفصل وبتعلن أنها هي خرجت من رحم القاعدة ومن ثقافة القاعدة وحتى من المسميات. أنا برأيي لما بتبلشي تشعري أنه بلشوا يعملوا حالة تقتيل، أنا سميتها بقعة التقتيل داخل القوى المتصارعة، لتطلعي منها أنت مثل العجين، لتطلعي منها آخر شيء اللي بدك تخبزيه، ساعتها بيكون الواحد عم بيقول نحن قربنا من الحل. نعم. هلأ ماني شايف بعد كل القوى مع امتداداتها الإقليمية بعدها شغالة، وبعد في اتهامات متبادلة. قديش بعد انقلاب نعم. اللي صار على أردوغان حكى البعض وتسكير الحدود وانعطافة أردوغان وبلشنا نبني ثقافات عليها. لا، ما تبين أنه بعد القوى، لأنه ليكي سوريا تختزل نصف حرب عالمية ثالثة الآن، والمشهد السوري مع العراقي حتى على مستوى المنطقة، يعني حتى في لبنان، حتى مصر، حتى ليبيا، وصولا إلى اليمن واللي صار طبعا واليمن بدنا نحكي عن كله يختصر نصف حرب عالمية الآن. هي غير معلنة لكن بالاشتباك هي قائمة اليوم. كل القوى العالمية معنية باللي عم يحصل. لذلك ما نستهون لما نقول إنه بدها ترسم سوريا خريطة جديدة. شو يعني؟ الصراع ونتائجه هو اللي بده يرسم خريطة جديدة لحتى تشوفي كيف القوى. هل نحن بنروح على التقسيم، يعني تقسيم الخرائط وتمزيقها، وانت تعملي منطقة بشمال العراق ذات طابع كردي مع شوية من سوريا، وسوريا انت البطن سوريا مع الامريكاني الساحل اليمين مش نعم. عارف شو. نعم. هل ايضا الاردن بده يكون هو الخيار للقضية الفلسطينية مجددا مثل ما عم بنحكى؟ يعني في كتير من الشغلات بدها تنرسم لبعدين. كمان بدها تنرسم خريطة النفوذ للامريكاني وللروسي اللي إلها علاقة بالغاز، إلها علاقة بالطاقة، إلها علاقة أيضا بالمعطى الاستراتيجي للقطبين الكبيرين. يعني اليوم الصراع على أرض سوريا هو صراع فقط بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ لا، مش بس بين الولايات المتحدة، بدك تنزل نزول بين القوى أيضا الإقليمية المتناقضة اللي كل فريق عم بدور على أن يكون شريك في النظام الإقليمي الجديد اللي بده ينشأ. دائما بعد الحروب الكبرى مثل هيك بدك تنتجي خرائط أخرى أو واقع جديد. بعد الحرب العالمية الأولى اجت مرحلة الانتداب للمنطقة، الفرنسي البريطاني وغيره. بعد الحرب العالمية الثانية شفنا معطيات جديدة واجى النفوذ الأمريكي إلى المنطقة. الآن بعد هذه الحرب قلت لك نصف بدك تشوفي. أنا مع يعني هذا الاتجاه، صحيح البعض ما بيحب يسمعه، أنا شايفها أنه رايحين على خرائط جديدة بالنفوذ. فهي بتختزل أول شيء الجاذبيتين للقطبين الأمريكي الروسي، بعدين ما تستهوني أنت كمان بالقوى الإقليمية. اليوم عندك قوى إقليمية كبيرة عمالة تتقاتل لحتى تكون هي بالنظام الإقليمي اللي بده يجي، اللي هن الأتراك، اللي هن الإيرانيين، اللي هن السعوديين. نعم. تجي بعدين بقية الأطراف، وهول القوى الإقليمية كله له على الأرض قواها التي عم بتشارك بالقتال. نعم. عشان هيك هلا قديش بتقدم قديش بتأخر. عشان هيك وصفتها انه نحن بعدنا بمنطقة خطوط التماس، منا قريبين من الحسم الكبير لحتى تقولي انا رايح احسم وخلص يعني نرسم خريطة جديدة. لا، بعد في كتير بالصراع. نعم. بس اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عم تحكي عن خيارات أخرى، وكل الخيارات مفتوحة بالاتجاه السوري. يعني أعطى انطباع أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضربة عسكرية للجيش السوري. هيدا الكلام تعودنا عليه كل فترة،
وهذا انا برايي بيندرج ضمن حاله التهويل اللي انت بتحتاجيها احيانا ضمن الضغوطات. لاحظي، طيب ليش هذا الكلام ما قاله جون كيري لما كان عم بيحكي هو لافروف ولما كانوا عم يتفاهموا؟ لما وصلوا لهذا الامر وانسدت ورجعنا للميدان وبلش يصير في نوع من الحسم بحلب ليس لصالح القوى اللي عم تقاتل من النصرة وغير النصرة وغيره، شفنا انه تضايق الغرب. ليه؟ لانه بعد الدور الوظيفي للنصرة ولداعش بالمنطقة ما خلص، وهذا اللي لازم يفهموه البعض بما فيها اللي عم يبدوا تحليلات تفاؤلية. ليش خلص دور داعش الوظيفي في المنطقة اللي بده يشرذمها؟ ليش خلص دور النصرة؟ لذلك انا برايي انه نحن ضمن ثقافه خطوط التماس انت بتشهد كثير من التهويلات اللي بتوصل لمرحله انه مثل ما صار بال 2013 ممكن يفرجوك هلا حاملات الطائرات واستعدادات بيمرقوا لك عبر مجله المانيه مجله فرنسيه والله 800 طائره عم تستعد للاغاره والله كذا، وبيرجع برد السوري مثل ما انا قريت هلا امبارح اول امبارح كمان بيسربوها عن طريق بعض الاشخاص يمكن قريبين من النظام او شيء، انه اذا قصفنا نحن حنقصف تل ابيب بالصواريخ. يعني عم بيقول له بتضربني من هون بضربك، هذا كله ضمن التهويل. أنا برأيي بهالمرحلة من الآن حتى الانتخابات الأمريكية، أوباما اللي كان حريص أنه يروح على جائزة نوبل، وأوباما اللي بده يقول أنا عملت إنجاز بالمنطقة ما زبطت معه على المستوى القضية الفلسطينية، بده على هذا المستوى منه بوارد يروح يعمل ضربة عسكرية، خاصة أنه عم يشتغلوا مشان هيلاري كلينتون هي تكون رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بس ما لما تحذر روسيا وترد أنه أي ضربة للجيش السوري ممكن يصيب الجنود الروس يعني عم تاخذها على محمل الجد. إذا بدك بنسميها ثقافة تبادل التهويل. يعني كل فريق بيستعمل كمان البدائل عنده بيهول، ومش بس بيهول، يعني الامريكاني بنشوفه بيعطيكي مشاهد بصير يبعثوا لك اياها بالساتلايت عن استعدادات، وفجأة الروسي قال انا الاس 300 نشرتها. طب ما الاس 300 والاس 400 موجودين على الارض السورية. كمان وزع لك افلام تلفزيونية، وبعدين بعتوا طرادين جداد هلا وغيره، وانه بنعمل وبنضرب بنقصف، وكمان بتبلش التصريحات المتبادلة اللي يتقنها عادة الدبلوماسيون والعسكريون بإتقان جيد. يعني طلع الروسي يقول والله يمكن ما نلحق نعرف نحن مين اللي أطلق الصواريخ، فنحن بدنا نضطر نرد على مصدرها. فانتبهوا يا أمريكان، نحن كم دقيقة يمكن ما نلحق نعرف إنه طيب يعني هذا الحديث إنه عم ياخذوه على محمل الجد هالتهديدات الأمريكية. هيدا كمان يعني خط ثقافة خط تماس التهويل. يعني منه حقيقي. اليوم روسيا مش حتى خيار إنه اصطدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية على أرض سوريا. هلا الاصطدام موجود ولو بالوكالة، الاصطدام موجود. قلت لك تورطت القوى. ليش الامريكان مش موجودين على الارض السوريه؟ انا بستغرب انه بعض الاعلام خاصه الاعلام الممانع ما بيحكي. ليش ما في قوات بريطانيه بشرق سوريا؟ ليش ما في وحده فرنسيه اليوم بشرق سوريا؟ والروس ما نزلوا على الارض؟ اذا بدك انا بعطيكي معلومات، الروس حتى موجودين هلا على الارض بحلب، عم يشوفوهم الناس العاديين يعني اللي موجودين. الروس مش موجودين ببعض المناطق هلا مباشره عم بيقاتلوا. هلا هن لما مرقوا انه كمان طوافاتنا بمطار كويرس عم تتحرك لحتى تضرب اي شيء بيصير بمنطقه الباب اذا بده يصير في تطورات. اذا كل القوى المعنيه على الارض موجوده، هي نصف حرب عالميه موجوده. يعني هلا ضمن البروباغندا ضمن الميديا اللي بتحتاجها الحروب بصير في التهويلات اللي عمالة تشوفيها هلا. بس انا ماني شايف انه رايحين على اشتباك دولي بمعنى صراع الجبارين انه والله بدهم يفوتوا بحرب. هلا لا الاداره الامريكيه قادره ولا الروسي اقتصاديا. بدنا ننتبه لشغله كمان، يعني نحن البعض متحمس للروسي وقد ما بدك ومندفع الروسي لانه مرتاح على وضعه اكثر من الامريكي. لانه الروسي الانتخابات البرلمانيه مزبوط. بس الروسي كاسح لبوتين. صحيح، لانه الروسي عم بيقاتل بيعتبر اذا خسر معركته بسوريا الداعش والنصرة وكل الحالة الداعشية او هذه شو اسمه اللي نشأت بالشرق بدها تصير على ابواب يعني موسكو. فلذلك هو عم بيقاتل لبعدين، لانه بيعرف اطرافه فيها كثير من الجماعات ومن البيئات اللي ممكن انها تستقطب هذه الافكار ومن ثم لذلك هو عم بيدافع عن امنه الاستراتيجي، ما بس انه بعلاقته مع سوريا. والامريكاني بيعرف اذا انهزم تماما في المنطقه انه بصير في متغيرات كبيره جدا ليست لصالحه لبعدين، كمان له مصالحه اللي بتتعلق بالطاقه وبالغاز والوضع الاستراتيجي. لكن هيدا بشكل
كمان ضماني بعدم الاشتباك الدولي. هلا الإدارة الأمريكية ما بقى بيوارد انها تفوت بحرب نصف عالمية او حرب عالمية، ما هي عم تحاربنا بالميديا الناعمة، بالحرب الناعمة، فخرقتنا وعندها وكلاء على الارض وعم تدير مثل ما بدها. والروسي نفس القصة، منه ضمن وضعه الاقتصادي اللي بيتعلق كمان بموضوع اوكرانيا، بيتعلق بشغلات غيره، انه هلا يفوت بحرب عالمية كبيرة. هلا هو بنصف اشتباك والامريكي بنصف اشتباك على الارض السورية. نعم. هلا وين بتوصل الامور؟ قد نفاجأ بلحظة ما، توصل لاشتباك كامل. بلاقي هذا العالم المجنون ربما، بس أنا ماني شايفه، لأنه بالزمن المعولم اللي هلأ صار فيه التشابك الاقتصادي وغيره وتشابك علاقات الدول، يعني ما بقى من صالح حدا. لصالح مين الحرب العالمية؟ وإذا حصل هالاشتباك هل رح يقتصر فقط على سوريا والأرض ما بيقعد السورية، أما يقتصر، رح يتعدى على دول المنطقة كلها؟ أنا شايف حاصرين بمنطقة الشرق الأوسط أساسا. نحن ليك لحتى نفهم كل شيء عم بيصير لازم نضلنا نرجع، وأنا هذا اللي بأكد عليه بكل لقاء، نرجع لأساس المشروع. عندما وضع المشروع لتفتيت المنطقة، لضرب القناعات، لضرب الأيديولوجيات وتمزيق الخرائط والتشكيك بوضعنا الديني والمذهبي والعرقي وضرب هويتك القومية، أيوة، من قبل مين وضع هذا المشروع؟ من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل يعني ثقافة الجمهوريين الجدد. وقع العرب في الكمين، وقع العرب جميعا على مختلف انتماءاتهم، سواء ما يسمى بخط الممانعة أو ما يسمى بالخط الآخر. كلنا وقعنا في هذا الكمين، وهلأ نحن كلنا عمال نشوف مدننا وقرانا وخرائطنا وناسنا وجثثنا أمامنا بدون أن تملك أنت القدرة على مواجهة هذا الأمر. نحن وقعنا في الكمين. عشان هيك أنا برجع بقول تعالوا لحتى نرجع لأساس المشروع اللي هو فتت العرب، فتت له دخلوا مثل ما قال كيسنجر بحرب سنية شيعية ولا استمرت 100 عام. بضرب هاي البيئات لضلني معزز الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي والتي ستذهب إلى يهودية الدولة، وبضلني أنا مأمن مصالحي. فهلأ القوى الإقليمية عمالة تلعب نفس اللعبة كمان، خلينا نكون صريحين، ضمن هذا الإطار مهما اختلفت سواء كانت ممانعة أو غير ممانعة منخرطة في هذا الأمر. نعم. للأسف الشارع العربي المستقيل اللي ما عم بياخذ زمام المبادرة، اللي وقع بالكمين تبع ثقافة هذا السائد، كمان انخرط في هاي اللعبة. اللي احنا اليوم شو ثقافتنا اليوم؟ نحن ثقافة التشتت والتشرذم والتمزق. حكي لك قصة حلوة طريفة صغيرة. نعم تفضل. بيطلع مهندس مصري من أسيوطي بيشتغل بصعيد مصر على القاهرة إجازة، بيطلع بالقطار، بيقعد حده واحد فلاح صعيدي حامل كيس كبير. ما حكوا مع بعض، كل ربع ساعة تماما هالفلاح بيمسك هالكيس بيخضه مرة اثنين ثلاثة، بيرجع بيقلبه، بيرجع بيحطه وبيجلس وبيقعد هيك ربع ساعة تانيين، بيرجع بيحطه وهكذا. هيدا المهندس طلع فيه قال له أنت مش من البلد الفلانية اللي أنا بشتغل فيها؟ قال له آه. قال له لوين رايح؟ قال له على القاهرة. قال له مشان شو؟ قال لي أصلي أنا بشتغل صياد فئران وجرادين وباخدهم لمركز البحوث مرة بالشهر بالقاهرة ببيعهم وعايش على كده. قال له كويس، وإيه اللي بالكيس؟ قال له فئران وجرادين. قال له طيب شو عم تعمل؟ ليه عم تعمل؟ قال له أصله أنا لو سبتهم حيستقروا، حيتموضعوا بالكيس، فحيمزقوا الكيس ويطلعوا، فبعملهم كده وكده وكده وكده، بيضلوا عم يتخانقوا مع بعض وما بيصير عندهم تموضع استقرار. نحن جوات الكيس، نحن اللي جوات الكيس. الاستعمار اللي صاروا من بداية المسألة الشرقية إلى بعد بلفور إلى كذا، واللي هلأ تبلور بهالمشاريع، نحن معلش لو قلنا فقران وجراد، نحن جوات الكيس اللي عم ينخض فينا كل فترة. فلذلك شو بدي بالتفاصيل الصغيرة اليوم اللي عم بيصير على الأرض، إذا بدنا نقرأ بالاستراتيجيا نحن اللي عمالي ننخض على مستوى الأمة وعلى مستوى التاريخ لحتى نضلنا خارج معطى انك انت تتعاطي مع المستقبل، تتعاطي مع الغد. طيب استاذ رفيق، يعني هالكلام بدل انه الحسم رح يصير بالميدان والحسم عسكريا، لكن شو نفع كل الاجتماعات اللي عم بتصير بمجلس بيواكب بالميدان قبل اجتماعات جنيف، كل المفاوضات السياسيه اللي عم بتصير. احنا عندنا نموذج في فيتنام، وعندك نموذج من حروب كثيره في العالم كانت تقع الحروب، وهناك من يجلس بربطات عنقه حول الطاوله. صح. ناخذ نحن المثال الفيتنامي، الفيت كونغ، الثوار الفيتنامي، ضلوا 12 سنه هن والامريكان بباريس، وكانوا عم بيستعملوا يعني كانت حرب ما بين جبارين، ما بين روسيا والصين
من خلال الفيتناميين الثوار الفيتناميين والامريكان ومعهم فيتنام الجنوبيه وغيرها، واستخدمت كل الاسلحه وقتها، الفانتوم والسكاي هوك والنابال والصواريخ وكل اللي بدك اياه، وكانت المباحثات جاريه الى ان حسم الميدان. هجموا الفيت كونغ وقتها على سايغون، وكانت المشهد الكبير اخر طياره امريكيه على سطح السفاره، ومن ثم ختمت المباحثات ورحنا على يعني الميدان توحيد هو اللي فيتنام. بيفرض نفسه على المفاوضات وليس العكس. انا شخصيا معلش حقولها يمكن ما كثير يبسطوا مني البعض، لاني شايف حسم كبير بالميدان، ولا اني شايف هلا رؤيه واقعيه للحل. ليش؟ طبيعه القوى المتقاتله بما فيها، خليني اخذ الخطين، انا عم بحكي اليوم كمحايد، انا صرت محايد. طبيعه القوى، اذا بنجي بناخذ الجيش السوري المدعوم روسيا ومعه قوى من سواء حزب الله، قوى عراقيه، قوى ايرانيه، اللي بدك اياه، وطبيعه القوى الاخرى على كل تناقضاتها واللي وراها التركي وغير التركي. لا هذا الفريق قدران يحسم ويصل الى دمشق ويغير المعطى، ولا هذا الفريق قدران هلا يحسم تماما وبسرعه ويخلص. فعشان هيك انا استعملت كلمه نحن ضمن ثقافه خط التماس. هلا بصير انك انت بتاخدي مواقع تستخدميها بالمفاوضات بعد شوي، يعني من غير شك وضع النظام السوري الان، اذا بدنا نسمي نظام او الحكومه السوريه، هو افضل مما كان عليه من 2013 عندما كان القتال داخل دمشق. ما هيدا نفس يعني القصة. بعض التحليلات عم تقول انه الولايات المتحده عم تعمل انه عم تحاول تسعى لاضعاف النظام عسكريا لفرض تسوية سياسيه كل عليه، الفريقين، وهذا روسيا يمكن عم تمنع حصوله. روسيا عم تمنع، وبنفس الوقت بدها تغير المعادله. يعني ممكن هلا الجيش السوري بعد شوي ياخذ اجزاء اكبر من حلب، او يصير في تسوية لحلب الشرقية اللي هي محاصرة هلا، وكمان تفرضي انت امر واقع جديد. لكن ما معناتها انه بيجوا الامريكان بيقولوا طيب يلا اوكي بصمنا وخلص، وبتقولوا القوى الاقليمية وقفوا هول المسلحين وغيره. لا، بعد في عندك بطن سوريا، وهيدا اللي لازم ننتبه له، لانه انا شايف هذا الخط التماس بما معناه قد ينجح الجيش السوري في موضوع حلب، وبصير عندك انت دمشق خط حما، يعني خط حمص حما الى حلب ومن ثم الى الساحل. لكن ماذا عن بطن سوريا وماذا عن الشمال؟ شو بده التركي اللي قاعد عامل هيك وهلا بده يروح هو على الباب؟ والله الجيش السوري والله بيجوا الاكراد بيكملوا لحتى يعملوا، لانه التركي منعهم. طيب ماذا عن الشمال؟ ماذا عن بطن سوريا؟ انا رايي الشخصي المتواضع، يمكن ما بفهم سياسي، أنا برأيي أنه هذا كمان خط التماس. سوريا غربا مع النظام ويبقى الوضع، ولكن البطن السوري ما بقى بده إياه الأمريكان يضل مع سوريا. خلينا نكون صريحين، بدك تشوفي شو عم يتخطط لهي المنطقة، بدها تقسيم يعني. طبعا عشان هيك بدك تشوفي بعد شوي شو ممكن يحصل بمنطقة الحسكة وغيرها من تطورات، والكردي وين بيرد إذا ما خلوه يروح على الباب. على كل حال رح نحكي أستاذ رفيق عن الموضوع التركي ونكمل بالموضوع الإقليمي، ولكن بعد ما نتوقف مع المشاهدين مع فاصل قصير ومنعود بعده لمتابعة السياسة اليوم. نرجع مشاهدينا ومرحب فيكم من جديد، ومن جديد بنرحب بضيفنا مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات الأستاذ رفيق نصر الله. أستاذ رفيق، اليوم راجح خوري بصحيفة النهار بيقول بوتين سيحاول خلال 5 أشهر إرساء وضع يلائم حساباته في سوريا، لأنه يعلم أن الرئيس الجديد أو الرئيسة سينتهج سياسة أشد حزما في التعامل مع الكرملين والنظام السوري. تجمع التحليلات على أن بوتين يسابق الانتخابات الأمريكية ويريد إيجاد أمر واقع في حلب. وفي هذا السياق يقول أندرو تابلر الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط إن مسؤولين روسا أبلغوه مباشرة أنهم يعتقدون أن احتمالات أن تستخدم هيلاري كلينتون القوة في سوريا أقوى منها مع أوباما، لهذا يحاول بوتين إنهاء معركة حلب سريعا. ولكن يعني حضرتك أشرت أنه ما في حسم هلأ اليوم بمعركة حلب ولا تجي الإدارة الأمريكية، بس هل إذا فعلا وصلت هيلاري كلينتون رح يكون احتمال الخيار العسكري أكثر مما هو اليوم مع عهد أوباما؟ يعني أنا بحترم آراء البعض، بس دائما نحن 3/4 تحليلاتنا الخاصة بلبنان
افتراضيه، يعني نبني شغلات افتراضيه على يعني. وبتذكرني ببعض الكتاب، احدهم كان يقول لما مثلا اجتمع رئيس الاسد مع كلينتون يمكن، كان الرجلان وحدهما خلف ابواب مغلقه وحصل كذا، فالتفت اليه فقال له، فقلت له فكان انه كيف بيعمل عرفوا؟ انت يا اخي، ما روق علينا، ما انت كنت برا او انه ما كنتش، المهم. وهلا نحن نعمل هيك شغلات افتراضيه بنتصورها، البعض يتصورها كما يتمنى من خلال هيك موقعه السياسي، والبعض الاخر بحلل لا بس افتراضيا. استطلاعات الرأي بتقول لك كلينتون فينا نقول كلينتون رح بدها تربح، خاصة تستخدم. بعد الفضيحة لا امبارح لترامب. هلا اوكي، حتى لو اجت فينا نقول اذا اجت كلينتون قد نعود الى نقطة الصفر وتستخدم الخيار العسكري، وفينا نقول العكس، قد هي تكون امتداد لسياسة اوباما في المنطقة، وبتجيب واحد على الخارجية بيشبه جون كيري وبتكمل هذا الملف بالطريقة، لانه كمان هي بدها ترتب امورها عندما تصل كرئيس الولايات المتحدة الامريكية. نعم طبعا. نحن ما بقى امام امريكي بده يخوض حروب كبيرة. طيب خليني انا اعمل مشهد افتراضي، اذا قامت الولايات المتحدة الامريكية وضربت المطارات السورية مثل ما هن عم بيقولوا وضربت كذا، طيب ماذا لو استخدم يعني اي رد غير متوقع؟ بما معنى الاسلحة الصاروخية الكبيرة اللي موجودة بسوريا يمكن ياخذوا قرار انه علي وعلى اعدائي يا رب. رد من قبل مين؟ سوريا او روسيا؟ السوريين مثلا، ما الروس موجودين، او القوى اللي مع سوريا الان مثل حزب الله ومثل العراقيين. ماذا لو اخذوا قرار بارسال عدة صواريخ الى المدن الاسرائيلية؟ ستدخل المنطقة في حرب، ومن ثم سنذهب الى احتمالات مفتوحة على خيارات عديدة. هل الولايات المتحدة الامريكية بدها حاطة يعني بدها تفوت بهذا القصة؟ اليوم الروسي الامريكي كيف بده يضرب سوريا؟ ما الروسي عمل نشر شبكات صواريخ الاس 300 والاس 400 اللي بتتصدى لاي طيران جاي. اوكي، يعني الامريكاني ما ممكن انا برايي يضرب بسوريا والروس موجودين. بيضرب مثلا مثل موقع عسكري بدير الزور بقول والله بالغلط، بس انه حرب بما معنى تقوم القطع البحرية الامريكية من البحر المتوسط بارسال مجموعات من صواريخ الكروز الى المطارات السورية. طيب هيدي إلى ردة فعل لما الروسي على الارض، ويمكن الصيني صار على الارض وقوة اخرى. لذلك انا ماني شايف انه الادارة الامريكية هلا عندها القدرة على او هذا التصور. اثنين، ليش الامريكان بده يفوتوا بحرب هلا مباشرة وستتورط بها اسرائيل اذا ضربوا الامريكان؟ عم بقول لك بده يضربوا اسرائيل، وفي ناس يمكن تفوت على بعض المستعمرات الاسرائيليه، خلص يمكن يكون. طيب ليش بدها تتورط بذلك وهي شايفه سياستها بتمزيق المنطقة بعدها مستمرة؟ داعش بعدها مستمرة والنصرة والقوى والمنطقة كلها عم تتمزق وما بقى في شيء اسمه عرب وكل شيء. ليش بدها تفوت بحرب لترجع تعمل اصطفاف جديد للشارع العربي؟ على كل حال هي حكت عن خيارات أخرى وما حددت إذا حرب أو غير حرب. ماني شايفة. بس شو ممكن تكون إذا مش حرب؟ شو ممكن تكون هالخيارات؟ هي نصف الحرب اللي هي قائمة هلا، اللي هلا هي عايشين. شو بدها أكثر من هيك يعني؟ ما قلت لك الأمريكاني على الأرض السورية وعم بيقولوا للكردي وقف هون، رجع قرب، انت بتقرب هون، طب خليه يكمل لو وصلوا لنقطة. فات التركي اللي كان يحلم بمنطقة عازلة هلا فصل عن جرابلس وعند غيره مشان الكردي ما يعمل هذه المنطقة تبعه. طب ما الامريكاني بعده المايسترو. طيب ولأمكن تركيا بدها تضل دباباتها وجنودها متواجدين بجرابلس بعدها لحد هلا بجرابلس؟ لانه بدها تضل، لانه هي جزء من القوى الاقليميه بالمنطقه. خلص كل القوى اللي عماله تتصارع لانها تكون هي ضمن النظام الاقليمي صارت على الارض السوريه. عشان هيك انا عم بقول لك خطوط تماس. طيب والولايات المتحده الامريكيه كيف من جهه ساكته ورحبت بدخول تركيا الى جرابلس ومن جهه بتدعم المقاتلين الاكراد؟ هذه السطوه، هذه القدره تماما نفس القصه. خذي بالعراق، والله يا حكومه العراق انتم ما يعني انتم بتجوا الجيش العراقي بس مش الحشد الشعبي، وبدنا نشوف شو بدنا نعمل مشان الموصل، طولوا بالكم. طيب ما انت اللي داعم حكومة العراق هلا، انه الحكومة اللي ببغداد مش الامريكان جابوها. طيب الامريكان هلا ما في 7,000 ل 10,000 عسكري بعدهم وخبراء وما خبراء غيره. طيب كيف يعني ما كلها متناقضات. السلاح اللي عم بيجي لحكومة شو اسمه مش سلاح امريكي بعده، مش الامريكان مسيطرين على الميدان وبعده مسيطرين على كل هذا الميدان. عشان هيك انا عم بقول لك
حسم الخيارات الكبيرة في المنطقة ما إجا، سواء بالحرب الكبيرة اللي ممكن أنا حدا قوة عظمى تعملها، وتبين من حجم التدخل الروسي أنه بيوصل لمحل ما بيقدر يكمل. يعني الروسي بيقدر يساعد، عم يضرب، عمال يعمل لك قوة نارية قد ما بدك، عم يفتح قدامك بالميدان غيره، لكنه ما قدران يحسم الخارطة السورية ولا الأمريكاني بالمقابل. نعم. لأنه لو الأمريكاني بمقدوره يحسم كان حسم. نعم. تماما مثل بالعراق، لو الأمريكاني لحاله لا، بالعراق كل القوى الإقليمية موجودة، إيران إلى تدخلها، والسعودية إلى تدخلها، والتركي بالشمال له تدخله والقوى الأخرى. لذلك منطقة الاشتباك في الشرق الأوسط هي تحت سطوة الميسترين الأمريكي والروسي. مشان هيك تعالوا نفكر ليه الأمريكاني بده يعمل حرب كبيرة ويضرب ويفتح الأفق من جديد على صراع غير الإيقاع اللي كان ما بده إياه. هلا ب10 تشرين الثاني في لقاء مرتقب بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان، برأيك هل يعول على هذا اللقاء انه يصير في حل بالأزمة السورية او تسوية؟ لانه يعني حضرتك ذكرت انه يمكن القوى الإقليمية بتأثر اكثر من قرارات مجلس الأمن. بس منه ليش أردوغان بده ينسحب من سوريا؟ بده يقول لهم اعطوني ثمن. مش هيك؟ الثمن بده اياه اول شيء بموضوع الكردي. هل الامريكان بدهم يصفوا كل طموحات الاكراد؟ ما بدهم اياها. هلا هم يعطوهم نصف طموحات، والمساكين الاكراد بكل المراحل التاريخيه بالصراع في المنطقه والتحولات كانوا دائما، انا بسميها مثل الربوق عندنا بمجتمعاتنا. كان واحد اذا بحب وحده، اذا لقيته نقص اهتمامه شوي بتخلق له ربوق، فبصير يغار بيقوم يقرب عليها اكثر. كانوا يستخدموا الأكراد هيك دايما، بيستخدموا لهم ورقتهم، بيدغدغوا لهم أحلامهم بإنشاء دولة أو حكم ذاتي أو ما شابه، ثم تأتي لعبة الخرائط فبتراجعوا. هلا الأمريكان عم بيلعب مع الكردي نفس القصة، خلى وعمل سوريا الديمقراطية وقوة والأعلام الكردية ودبابات وإذاعة وتلفزيون واللي بدك إياه، وخلاهم يشعروا للحظات بلشوا يرقصوا هن بيعملوا أعياد على أساس خلص دولتهم جاية. وصلنا لهي المرحلة. طيب أردوغان ليش بده هاي المسألة؟ هي أولا بده نفوذه بشمال سوريا، بده يشوف. اثنين، تحت الطاولة شو بدكم تعملوا بموضوع الغاز، مستقبل الغاز في المنطقة. وبنرجع للغاز القطري اللي كان بده يجي على سوريا ومن سوريا إلى تركيا، وتركيا تكون مضخة. هلأ تفاهم هو مع الروس أمنوا مشان يضل هذا الخط غير. إذا في لعبة مصالح، فأردوغان ما بيطلع بس نحط على الطاولة الخريطة الإقليم، وكل واحد بدك تشوفي كيف بدك ترتبيها، ساعتها انت بتترتب. يعني مثل ما صار بعد الحروب الكبرى كلها سوا. الان ما بينسحب، الان فقط اردوغان متفاهم مع الروس، يمكن بيخفف شويه من غلوائه بدعم داعش وغير داعش بالشمال، لكنه لم يقفل الحدود. بعد تغيير سياسته لاردوغان صار في حديث انه ممكن يصير في لقاء ثلاثي. مين قال تغير سياسه اردوغان؟ يعني حتى باتجاه سوريا صار عم يحكي عن التطبيع مع سوريا، هذا كلام وعن سياسي، وحدة الأراضي السورية. كلام سياسي، كله بيقول بوحدة الأراضي السورية. ومع روسيا اتصال ببوتين والاعتذار، ومع هو حسن أوضاعه لما تعرض للي تعرض له، بدل ما يضل محيط أعدائه هيك. بس حتى قبل بلش يعني أنا قبل محاولة الانقلاب. بعطيكي مثال أفضل. ألم تكن العلاقات الإيرانية التركية بأوجه بين أردوغان وإيران قبل الانقلاب؟ بلى. طيب وعملوا الإيرانية معه 40 مليار دولار حجم التبادل. ليش ما تغير؟ والإيرانيين موجودين على الأرض السورية وجزء من الصراع، ليه ما تغير؟ وهلأ فتح مع الروس، هو قلص محيط أعدائه. لما كان وزير الخارجية السابق عامل كل هالصراعات، قلص الملفات، صار مع الروسي كويس، مع الإيراني هو كويس، مع الأمريكاني هلأ رجع أصلح وضعه من بعد الحالات التوترات. قال إنه بمصر والله أنا ممكن إنه نتصالح إذا شوي صغير، بس على الأرض السورية ما غير. مين قال إنه تغير؟ نظرته لثقافة فلسفة الصراع ما تغيرت. ليش نحن بنبني كل ما نسمع كلمة منيحة نقشط ونبلش نعمل تحليلات انه اجت المن والسلوى؟ لا، ما حدا يتغير، نحن بالاشتباك مستمرين للاخر. وعم بقول لك هلا حنشوف بعد شوي على مستوى المنطقة. حكى أردوغان انه اي عملية سياسية انه ما بيشوف فيها النظام طيب السوري. يعني رجعنا للنقطة صفر من ثقافة الصراع. هي ثقافة الاشتباك بسوريا بلشت بهذه الجملة، يعني الأمريكاني لا يعول أي شيء على هذا. أنا ماني شايفه لتركيا أطماع في المنطقة،
وللقوى الإقليمية الأخرى كمان أيضا إلها أطماعها وإلى بدي سميها أطماع إذا بدك، إلها هواجسها بأنه يكون لها مصالحها في المنطقة. لذلك أنا برأيي الشخصي المتواضع لن يتأمن الاستقرار والحل إلا عندما تتأمن مصالح القوى الإقليمية على الطاولة، وساعتها بنروح على نظام إقليمي بدك تشوفي كيف حيبنى. لن يبنى على الخرائط القائمة هلأ، ولو كانت مش على الخرائط اللي مرسومة، على الخرائط تبعية الانتماءات البشرية. خلينا نكون صريح، ولازم نحن نحكي الأمور مثل ما هي. حتى بسوريا لم تعد تكوين الديموغرافيا وتكوين القناعات لدى الشعب السوري واحد. ما تم تفريغ سوريا من شعبها، وين الشعب السوري اليوم؟ لذلك وهون على مسألة التفريغ اللي أنا كنت بدي أحكي عنها، جزء من التآمر على سوريا أنك تطلعي 7-8 مليون 9 مليون، هؤلاء لن يعودوا، واللي مراهن أنه يعودوا لن يعودوا، مش هيك؟ وهلا إذا بدك بس نحكي بالموضوع اللبناني، من هلا يحضروا حال اللبنانيين للمشروع المخبى. مليون سوري باقون هنا، حيضلوا هون وعلى التوطين حتى كمان. اوكي طبعا مشان البعض يفهم. لذلك ثقافة الانتماء اللي كانت تمتاز في سوريا، اللي انت هوية عربية وغيره عندك قضاياك، لا خلينا نكون صريحين، في نصف الشعب او اقل من نصف الشعب السوري شوي راحوا على محل تاني، راحوا بناس بدهم داعش، وناس بدهم الحل الاسلامي، وناس بدهم غيره، ونص الاخر راح على محل اخر. كيف بدك انت تركبيه؟ بدك معجزة لترجع انت يعني تركبي دولة مثل ما كانت. حتى هذا الوضع مش بس احنا عنا، حتى بعالمنا العربي صار في تبدل بالقناعات. اجت الميديا غسلت هذا المخ، واجت طبيعة الصراع عملت اصطفافات جديدة. هيدي انا عم بقول عنها الخرائط الضيقة او ثقافة الاقليات. صرنا نحن عم نعمل خرائط نحن لنا داخل خرائطنا. يعني حتى هلا بلبنان نفسه نحن ما عنا اصطفاف مذهبي وطائفي، نحن الزبالة عنا مطيفة. مشروع الزبالة لكل طائفة زبالتها، بصير الواحد هو مغمض عيناه ومفيم السيارة، إذا شم ريحة، هي ريحة زبالة الشيعة، هي للسنة، بيقرب شوي صوب شمالها يعني. هيدي روم أرثوذكس، هيدي ريحة الموارنة. للأسف. طيب بس امبارح لنشرب مي على ريحة استاذ رفيق، لا هون ما في ريحه استاذ رفيق. بس امبارح لما وزير الخارجيه الفرنسي يعني بحض مجلس الامن على التحرك فورا لانقاذ مدينه حلب من الدمار جراء حمله الضربات الجويه السوريه طيب. والروسيه، يعني عم يتهم سوريا وروسيا انه هن اللي عم يدمروا حلب. هون بدي اخذك للميديا. لما فريق بيخسر او حاسس حاله بده يوظف شيء ما تلعب لعبة الميديا. هعطيكي مثال. ايمتى بلشت قضية النزوع او شو بسموه اللاجئين او النازحين او اللي راحوا على اوروبا؟ ايمتى بلشت؟ من بعد صورة فجأة حطوا لنا صورة هذا الولد الكردي كيف على البحر. هالصورة ما كانت مكانها، لا قبل شوي. الصورة سنة الماضي لما 5 سنين الأزمة السورية. لا بس ما كانت بهيدا الحجم اللي صارت بدها تعمل شو. اجوا على فكرة الصورة وانا عندي اياها، ما كانت الولد ما كان هونيك، الولد كان قدام شوي قدام الصخرات مع جثث ثانيين. اجى هيدا العسكري ولا ورا، اجى هيدا العسكري مع المصورة التركية، انعملت الصورة بهالطريقة وتم توظيفها عالميا، وفجأة الكل صار يحكي فيها. هلا انت اذا بدك تحشر السوري والروسي بشو بتحشري؟ ضرب المستشفيات المدنيين الكذا، وبتعملي شو بحيث مين ما كان بالعالم يحكي. بعد شوي اذا حصل تطور بتنتسى هاي القصة ومفوت على شيء تاني. اذا انحشروا اكثر بيقول لك الفريق الفلاني عم يستخدم غاز الخردل، هداك عم يستخدم الكلور. هيدي الاتهامات اللي مثل اللي تعودنا 2013 انحكى عن السلاح الكيميائي هيدي تعودنا عليها منذ ان مهد الامريكيون لاحتلال العراق. شو اتهموا صدام حسين؟ أسلحة دمار، المدفع العملاق المزدوج، الأسلحة الكيماوية، الدمار الشامل. طيب فاتوا جوا لقوا 3/4 سلاح الجيش العراقي تنك صار يلعبوا الأولاد وقال كولين باول إننا نكذب. دايما عندهم مبرراتهم. تعال نرجع
جمال عبد الناصر بال56، اقري التايمز، اقري كذا، جمال عبد الناصر ديكتاتور، النازي اللي كذا، المعادله الساميه اللي كذا. هيدي الامور تعودنا عليها. صار انا عشان هيك بقول خلي العالم توعى. هيدا العالم الكاذب. هلا هيدا العالم خايف على مستشفيات حلب. طب وقف الحرب. خايف على شو اسمه، على مشاعر الناس. طب ما انتم علمتونا كيف تضربوا الناس استاذ رفيق، هيدا العالم كمان يعني خايف انه تصير سوريا يوغوسلافيا عربيه مثل ما بعض التحليلات عم تحكي، او اعاده انتاج الوضع الافغاني بسوريا كمان. صارت ليش مش هلا يعني نحن كيف عايشين؟ يعني انه عايشين يعني شو مرتاحين؟ يعني في صراع مكشوف، وفي صار في عندك 400 ألف قتيل إذا مش أكثر، وعندك 6-7 مليون لاجئ، عندك الدمار الهائل اللي هو حصل. هذا مين مسؤول عنه؟ مسؤول عنه هذا العالم المتآمر، ومسؤول عنه هذا الواقع العربي الهزيل، ثقافة الفيران والجرادين تبعية الكيس اللي خلتنا نمزق بلادنا، وخلتنا نمزق مدننا وقرانا، وخلتنا نمزق كل شيء وقناعاتنا نحن، لأنه ما كنا محصنين، لأنه كمان نحن ما عملنا الدولة الوطنية الحديثة اللي فيها العلمانية تسود أكثر من ثقافة الدين وغيره. سقطنا في الكمين اللي قعدوه لنا. عشان هيك هلأ اليوم بيتحدثوا عن حلب، بكرة بيتحدثوا عن حمص، قبل تحدثوا عن حمص، وقبل تحدثوا عن درعا، وقبل تحدثوا عن شغلات كثيرة. هاي المبررات لازم يفهمها الإنسان على أنها هي جزء من الحملات المتبادلة لحشر كل طرف. وما معناتها أنه أنا عمالي أقول أنه لازم تستمر المعارك. أنا مع أنه أن تتوقف الحرب فورا. نعم. يعني وأن تصل إلى نهايتها، لأنه بالنهاية كمان أخيرا سيجلس بعض الرجال بربطات عنقهم ويوقعون بأقلام مذهبة فوق جثث الموتى والضحايا أخيرا. بس أنا اللي عمال أقوله ما نصدق الغرب وثقافتهم. طب ما هذا الغرب بمجلس الأمن وقد ما جاز الآن شو عمل فينا؟ ما حرمتنا الولايات المتحدة الأمريكية من قرار إدانة إسرائيل وعملت فيتو؟ ما طلبوا منه لبران سادلر وقتها، اللي اول ما انعمل انا عايشت هاي القصه، لاني كنت انا ثالث او رابع واحد وصل الان. لما طلعت CNN وعملت المجازر وعملت شو القصه، فاجأت العالم. شو اللي حصل بعد 24 ساعه؟ 24 ساعه طلب من CNN ومن مراسلينا انه يبلشوا يبعثوا صور للملاجئ الاسرائيليه والاطفال، وانه ليكوا كيف الحرام الاطفال الاسرائيليين تحت قبضه صواريخ الكاتيوشا وغيره. هذا توظيف الصوره وخلق المبررات والذرائع لأنت تعملي. هذا كله ضغط سياسي. طيب في مبادرة عرضها المبعوث الأمم اليوم قيمتهم يعني خاصة المعارضة أو ما يسمى بالمعارضة أو بالحكومة المؤقتة السورية، أنه هو مستعد يظهر مع المسلحين من حلب لضمان أمن المدنيين. أنا بعتقد بعد فترة حيحصل هذا القصة. يعني إذا ضل هذه عملية القضم حي ورا حي حي ورا حي، بتخيل بعد شوي قد نصل إلى مرحلة رفضوا المسلحين، بيرفضوا هلا ليحسنوا شروطهم. بعد شوي إذا تحت ضلت مستمرة النيران والحصار، شد الحصار، إما بده يردوا بمكان موجع آخر ليضغطوا على النظام وعلى الروس، أو إنه حيسلموا وبيطلعوا هؤلاء إلى إدلب. يعني أنا برأيي شايفها هيك، لأنه إذا القضم كل يوم عم بتم، هلا كل يوم عم بيكون في مجموعات سكنية غير سكنية غيره، ممكن إنه يحصل هذا الأمر. نعم. ذكرت حضرتك معركة الموصل. بالأمس صحيفة الأخبار بتقول مع اقتراب موعد معركة الموصل يتعالى الحديث عن مشاريع مستقبلية ترسم لما بعد حقبة الدولة الإسلامية داعش في محافظة نينوى وفي عاصمتها، ولعل الأبرز من بين تلك المشاريع مقترح محل مدعوم تركيا ومرغوب به كرديا لتقسيم نينوى إلى 8 محافظات، من بينها سهل نينوى الذي كان نواب أمريكيون قد تقدموا بمشروع لتحويله إلى محافظة تحت عنوان حماية الأقليات. يعني في حديث أنه اللي رح يفوت على الموصل 3 جهات، الجيش العراقي والبشمركة والحشد الشعبي، على الرغم في معارضة تركية اليوم لمشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل. قلت لك كلمة قبل شوي، فلننتبه لما هو معد لبطن سوريا أو بطن بلاد الشام. يعني معركة الموصل اليوم، هذا سؤالي، معركة الموصل هل لها علاقة بسوريا وبمعركة حلب تحديدا؟ الاشتباك واحد من هون لتلحقي صنعاء، لتلحقي اللي عم يصير بليبيا، لتلحقي وين ما كان، الاشتباك واحد. فلذلك بدنا ننتبه، وهيدا الأهم شغلة لحتى نعرف شو هو مخطط لما بعد.
لما بتصير هديك الاصطفاف، انا بقول لك لما تؤخذ الموصل وبتبلش تشوفي بقعة التقتيل لداعش والنصرة وغيره كل شيء، وبتجي القوى بلش يرسموا الخرائط اللي عمالي نحكي عنها، تقسيم بتقولي بلشت بوادر الحل. آه. عشان هيك بطن الشام، بطن بلاد الشام بدهم اياه الامريكان، خلص بدهم اياه الامريكان اللي يكون مع غرب العراق، غرب الشمال تبع العراق، ليعملوا حالة للأكراد وحالات من أتابكيات أو مقاطعات الأيزيديين ومش عارف شو سهل يعني والأمريكان وغيره. ايه. وساعتها بكرة تذكريني بيعملوا مقترح لقوة دولية حاضنة أو حامية لتأمن هيدا طيب الوضع. وشو مصير المسلحين اللي رح يخرجوا إن بيروحوا كانوا على من بقعة الموصل أو بس من يخلص دورهم، حلب؟ بس يخلص دورهم بيروحوا على بقعة التقتيل، ببلشوا يقتلوهم ببعض، وبتبلش النتوءات مثل ما اليوم سمعنا هذا اللي بس ما في خوف يجوا على سوريا ويجوا حتى لعنا على بيجوا لبنان؟ اهلا وسهلا يعني. لا مش اهلا وسهلا، بيجوا وين بده يجوا؟ بياكلوا قتل. شو بيجوا؟ نحن عنا ما حدا. نحن لو معلش احكي كلمه شوي صريحه، لو 3/4 الشعب السوري قاتل مثل ما بيقاتلوا جماعتنا، راحوا قاتلوا ما كان حدا سلب لهم قراهم، بدل ما كل واحد حمل لي عيط وقام يركض فيهم على لبنان او على مصر او على اوروبا او على اي محل وبقي وقاتل، او الدوله السوريه سلحت يعني ما كنا وصلنا لهون. روح غاليه لا ما في شيء اسمه روح. نحن روحنا كمان روحنا غاليه. نعم. ما نحن قتلنا 18 سنه 20 سنه الاسرائيلي، كمان روحنا غاليه. انا اللي بدي اقوله نوصل لمحل انه هاي الخريطه معموله وبدهم اياها يعملوها. عشان هيك اذا بتجي كمان بالخط الافقي بتحسي انه ايه عم بترتب الغرب السوري القريب من الساحل اللي ممكن تكون في حلب، وممكن التركي عم بقول ممكن بين هلالين يقبل بانه حلب تعود بيد الحكومة السورية، لكن بياخد اللي بده اياه بمنع دولة كردية، وبيكون له هو حصة بتنظيم الخارطة للأكراد الموالين له، لحتى يمنع القوى المعارضة من الأكراد ضده بالمستقبل. عم يشتغل لبعدين. نعم. كمان ما تنسي في 15 مليون كردي بتركيا. نعم. لابد أنه نتوقف كمان مع الموضوع اليمن والغارة اللي صارت بالأمس على مجلس عزا، وننتقل للموضوع المحلي، نشوف كمان وين لبنان من هالخارطة اللي عم تتحدث عنها حضرتك. ولكن بعد ما نتوقف مع المشاهدين مع فاصل ومنعود بعد لمتابعة السياسة اليوم. بنعود مشاهدينا لنتابع السياسة اليوم مع الأستاذ رفيق نصر الله. أستاذ رفيق، يعني بتطور بالأمس حسب اليوم يعني أكثر من 100 قتيل بين قتيل وجريح باليمن باستهداف الطائرات، يعني ما يسمى التحالف العربي، مجلس عزاء باليمن. كمان السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بيقول ما حصل أمر طبيعي ومتوقع من هذا النظام السعودي. برأيك هل سيدفع هالأمر إلى التصعيد أكثر، أو أنه ممكن يصير في رد بتدفع الأمور لمرحلة جديدة أنا باليمن؟ برأيي أمام مرحلة تصعيد كبيرة حتكون، يعني بسبب هيدا الغارة. مش بس بسبب، هي الأزمة رايحة على تصعيد بكل المنطقة. بعد قلت لك نحن بعدنا بالسياق. هلا نحن مثلا من شهر هل كنت متوقع أن تصير مثلا مثل هيك غارة تقتل هالقد؟ لا. وهلا نفس القصة. إذا بدنا نحكي على المستقبل ممكن نقول قدام ان نحن ممكن نتفاجأ باستحقاقات عنيفة كبيرة، سواء باليمن، سواء بسوريا، سواء بالعراق، سواء بمصر. يمكن ربما لا سمح الله مثل بعدهم الدواعش قاعدين بسينا، ممكن بكره يضلوا عم يعملوا عمليات مثل ما عم بيصير بليبيا. اليوم سمعت اخر خبر انه في الميليشيات تعبس الان بكل شوارع طرابلس، يعني وصلوا لمحل غيره. فبالتالي يعني نحن امام مرحله انفتاح على التصعيد. بس كم غاره عملوا الطائرات التحالف باليمن وما قدروا يحسموا الموضوع؟ مطلوب ان يبقى. الى متى رح يستمر هالعدوان على اليمن؟ انها خط التماس اللي بياخذ شكل الاستنزاف. هذه كل شو اسمه، يعني هلا حتى بسوريا ألم يستنزف الجيش السوري؟
ألم تستنزف سوريا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا والأسرة السورية اليوم بأي حالة والوضع الاقتصادي. نحن عنا بلبنان اليوم نتيجة كمان اللي نحن متأثرين، نحن عايشين هلأ بشكل طبيعي مش قادرين نحل أزمة كيس نفايات، مش انك تعيني رئيس جمهورية. نعم. فبالتالي انت هذا نحن رايحين على التصعيد يعني بالمنطقة كلها. نعم. لننتقل للبنان، هل يعني كمان انتخاب رئيس الجمهورية ناطر التسوية أو الحل بكل المنطقة مثل ما حكينا، إن كان بسوريا أو بالعراق أو باليمن، أم أنه اليوم عنا فرصة فعلا لإنتاج رئيس لبناني صرف وتسوية لبنانية داخلية من دون تدخل الخارج؟ يعني أنا بدي جاوب بطرح أسئلة. شو اللي تغير لحتى بده يصير في انتخاب رئيس جمهورية؟ شو المعطى الإقليمي؟ شو المعطى الدولي؟ شو المعطى المحلي؟ أنا ماني شايف. أنا بتضحك كل اللي عم بتشوفيه الحركة، وراح الحريري عند فلان وإجا من عند فلان والتاني وبجلسة مش عارف شو، خلص بينزل. مين اللي بده ينتخب رئيس مين؟ بلد مش رايح لا عند رئيس جمهورية ولا البلد هلا المطلوب منه أن ينتظم. نحن بس أستاذ رفيق، يعني كان البلد عم بيقول إنه لما الرئيس سعد الحريري بيعلن ترشيحه للعماد ميشيل عون رح تنحل الأزمة ويجي العماد ميشيل عون رئيس للجمهورية. اليوم يبدو إنه الرئيس سعد الحريري رايح على هيدا الخيار، خيار ترشيح العماد عون، يعني بتنتهي الأزمة وبيجي العماد عون. أنا شخصيا ماني شايف ذلك. منك شايف إنه رح يرشحه الرئيس سعد الحريري؟ ولا حيحصل شيء، ولا حيحصل شيء. البلد رايح على مؤتمر تأسيسي بعدين كمان طبعا. دخيلك لما ترجعنا على المؤتمر التأسيسي. ليش خوفانين العالم؟ لأنه مثلا كلمة المؤتمر التأسيسي خوفانين منه. ايه بدنا مؤتمر تأسيسي، نحن بدنا بلد نحكي فيه بصراحة فوق الطاولة كل بس ما عندنا اتفاق الطائف. مش تنطبق البنود اللي بعد ما طبقناها من قبل ما 26 سنة تغير العالم. تغير العالم من 26 سنة، تغير العالم وتغيرنا نحن وتغيرت المنطقة. واللي كان ضامن هذا الاتفاق اللي هو السعودي السوري الأمريكي تغيرت مواقفه وأصبح كل واحد الآن في مكان آخر. لذلك ليش نحن خوفانين من كلمة المؤتمر التأسيسي؟ بنحكي فيه بصراحة. دخلك ليش البلد بده يضل رئاسة الجمهورية للموارنة وقائد الجيش وللشيعة مجلس النواب ورئيس؟ طب تعالوا لحتى نعمل بلد نعمل فيه قانون انتخاب نسبي عصري نقدر تصدر فيه طبقة. لا بالعكس هذا الكلام المضبوط، هذا الكلام المضبوط. نقدر ننتج نحن بلد مثل العالم. حضرتك عم تحكي عن المنطقة المشتعلة حوالينا. هلا نحن في عنا قاعدين مرتاحين. هل الوقت مناسب لمثل هيك مؤتمر وتغيير الدستور؟ قاعدين في مين حامي البلد من كل هذا اللي عم بيصير؟ في اتفاق على انه بنضلنا نحن هيك ما بنتقاتل يعني لغايه ما تتحسن وبعدين بنروح على حل. طيب انا بدي اسال سؤال. اجى الجنرال عون مع محبتي انا للرجل واتمنى انه يجي يعني مثلا، ولكن اذا اجى رئيس جمهوريه شو بيتغير؟ بدك تركبي حكومه، كيف حتركبيها من نفس القوى اللي هلا موجوده؟ حتطلع تجيبي غير؟ كل واحد له حصته. شو بيكون تغير؟ لا هو بيخلوه يشتغل لانه بتنتهي صلاحياته عندما يشكل حكومه. يلا هلا بحكيها انا بصراحه، تنتهي صلاحياته. هلا البعض بدنا رئيس جمهوريه، خذ رئيس جمهوريه وتشكلتي حكومه. من مين يا حبيبي الحكومه؟ سعد الحريري له مجموعته، وحزب الله وحركة أمل له مجموعتهم، ووليد جنبلاط له نفسه. إنه يعني حيجي وليد جنبلاط غير واقف بفعوا له أكرم الشهيب؟ ونفس الشيء جماعتنا غير اللي من جماعتنا صار له 30 سنة. والله عند جعجع أو عون هي حتعملي أنت حكومة منها الطبقة اللي قائمة اللي هي طبقة فشل. بس ما هيدا رئيسنا بهبري اللي عم بيقولوا اليوم إنه خلينا نعمل خريطة طريق لهالرئيس بمعزل عن شخص الرئيس، إنه طيب. نتفق عن الحكومة، قانون الانتخاب، البيان الوزاري، شكل هيدي الحكومة والوزارات. إذا بدنا نقول قانون انتخاب، هل القوى اللي هي حتطلع بالحكومة أو تحت رئاسة الجمهورية موافقة على قانون النسبية؟ منا موافقة، بده يرجعوك على قانون ال60. هي واحد. نحن موافقين على نظرتنا مشتركة للمنطقة والصراع فيها. بيقدر يتبنى سعد الحريري وجهة نظر عون والقوى الأخرى بما فيها حزب الله وأمل وغير حيال الوضع في سوريا؟ نعم. بيقدر يطلع برات السياسي اللي هي متحالف مع السعودية ولا لا؟ نعم. طيب هل السعودية اليوم عطت اوردر او امر انه طب اوكي يا سعد الحريري روح بانتخاب عون؟ انا ماني شايف ذلك.
ماني شايف ذلك. أمر يعني ولا ضوء أخضر؟ ما في لا امر ولا ضوء اخضر ولا تفاهم ولا تليفون ولا اي شيء. هلا عم يصير فيها الصخب، بعد شوي بعد يمكن نتفاجئ بانه والله تعركشت الامور. بس معقول طب يعني أنا كل عمالي أقول هالتحرك اللي عم يعمله الرئيس عبد الحريري بالداخل طب أعطيني وبالخارج نقطة، روسيا واليوم رايح على دول يروح أخرى منها محل ما بده، تركيا يروح محل ما من بده. دون أنا ضوء برأيي أخضر اللي سعودي؟ بيلخص كل هالقصة كلمة قالها الرئيس بري امبارح: أنا قاعد أتفرج. شو معنات أنا قاعد أتفرج؟ الرئيس بري معلش هلا مش لأني على الأنبي أنا يعني، أو إنه اللي بيجمعنا مع الرئيس بري، بس هذا الرجل من بين اذكى الناس اللي عم يشتغلوا سياسي بالبلد، واللي عارف مثل ما بيقولوا البير وغطاه. نعم. مش هيك؟ لو كان عنده معطيات على انه فعلا في مقومات لانتخاب رئيس جمهوريه، كان بيقول انا عم بتفرج؟ ما بيقول كان عم بتفرج. وكرمال هيك راح الوزير وائل ابو فعوره على السعوديه ورجع كان بتصير عين التيني نقطه استقطاب. نعم، نقطه استقطاب. ايه، بتصير عين التيني نقطة استقطاب لبلورة واقع، ساعتها بيطلع رئاسة الجمهورية. خلينا حاجة نضحك على الناس وبكرة وبعد بكرة وغيره، وانه بلش فلان يتعاطى وهداك صار جاي وزير. يا ستي حتى لو اجى جنرال عون اذا اجى اول لحظة بده يصطدم فيها هو سعد الحريري، لانه لكل رجل وجهة نظر مختلفة متباينة. شو بدي بالسياسة؟ ما هون التحليلات عم تقول طيب. انه هلا الخلاف الوحيد اللي مانع الرئيس عبد الحريري يسمي العماد ميشيل عون هو موضوع سلاح المقاومة والوضع بسوريا. هذا شو بدك اكثر من نقطتين متفجرتين؟ لا، في شيء ثاني تحت هاي. صراع الغاز كمان بين معك وقت احكي لك عن كل طائفة، معنا وقت. كل طائفة اي بلوك بدها. يا حبيبتي ما بنخلص. يا عيني عم بيتخانقوا على اللي جاي. ما بس اخذوا لنا ماضينا واخذوا لنا حاضرنا، عم بيتخانقوا على اللي جاي. كل بلوك اي طائفه بدها تاخذ، وكل واحد مين اولاده بده يكونوا بالشركات. يروح الناس يشوفوا اسماء الشركات اللي عماله تنعمل لتشتغل بكره تنقيب غاز، ومع اي شركات بتتفق مع الروس ولا الفرنسيين ولا الامريكيين. هيدا بلد ألعن من جمهوريه الموز، ألعن من الجمهوريات التي تتفق فيها المافيات لتنتج حالة. لذلك لازم نحن حاجة نضلنا مثاليين وقاعدين بلهونا بصير رئيس جمهورية ولا بصير رئيس جمهورية. ايش رئيس جمهورية شو بيتغير؟ شو اللي ممكن يتغير؟ في عناوين قد ما بدك نحن مختلفين عليها، ما بس الوضع بسوريا ولا بس مسألة سلاح المقاومة. نحن مختلفين على العدو إسرائيل ولا لا؟ أول شغلة. هلا في ناس منا معادي إسرائيل، وناس بدها تقاتل إسرائيل. هذه واحد. نحن مختلفين على الوضع الاقتصادي، نحن مختلفين على الوضع الاجتماعي، نحن مختلفين على تركيبة البلد اللي عم يتوارثونا فيها مجموعة مقاطعجية. حكي لك حكايه مش هالقد بس استاذ رفيق، يعني حكي لك حكايه من صورة تشاؤمية. لا تشاؤمية ولا شيء، لك عم بتضحك. انا مبسوط لابس جرافات وقاعد ليش انا ماني متشائم ولا رايح اتغدى. الحمد لله. حكيك حكايه من الضيعه. كان بضيعنا نحن بحولة وماس وبليدة وكل الجنوب لغاية الستينات عوعينا يعني. كان في جمال لما بيحصدوا القمح مثل هلا حصدوه بيجمعوه بشيء اسمه بندك. يعني هيك كل كبيرة وهون بندك، بيجيبوا الجمل بيربكوه بالنص، بيربطوه، بيوقف الجمل، فأربع خمس جمال بيزيحوا البنادق. أوكي. بيطلعوا وبده يجيبوا من الحقل من هونيك للضيعه. كانت ايامنا الضيعه بعيده، هلا كله العمار انتشر. مين بيسوق بالجمال؟ بيربطوا هالجمال كلها بحبال، وقدامهم بيمشي كر او حمار صغير. هذا الكر بيسوق هالجمال كلها، واللي بيفهم يفهم. شو القصة استاذ رفيق؟ واللي بيفهم يفهم. شي جمال شي فيران. والله الكرار هي اللي عماله تسوقنا هلا بهالمرحله. الكرار هي اللي عم تسوقنا بهالمرحله. عيب علينا نحن صرنا بال 2016 بعدنا نحن عم نتداول كل اللي عمال نتداوله، وبعدها هي الطبقه السياسيه هي اللي حاكمه، وبعدنا فاشلين بكل شيء. ما بس بالزباله، ما بس مش عيب نحن بهذا العالم بأدغال أفريقيا الكهرباء 24 ساعة نحن ما زلنا عمال نعيش وساكتين، وأمام أنت غابة من المولدات ومن القرف ومن التلوث، وأمامك كل هذا شو اسمه. نحن مش قادرين نحل أزمة سير. أنت اليوم اللبناني بيسبق الثاني بيقوطب عليه لو متر، هو عارف حاله بعد شوي لو متر. هذا اللبناني بيضوب بالعالي وبلش بالسرقة وبالنهيب وباللعبة المصاري. ما هو استاذ رفيق لا حول ولا قوة له. ما في شيء اسمه لا حول ولا قوة. في مسؤولية عليه ولا المسؤولية اليوم؟ ليش لا حول؟ ليش بشي ليش لما بتستدعي الطوائف او المذاهب بينزل
وبيحمل سكين وبيحمل سلاح ومستعد يقتل جاره. ليش هون بيكون قبضاي وصحيا رجال وبينزل؟ وليش لما بنكون عندنا وحدة مطالب لنبني بلد، نحن اولادنا من حقهم انه نبني لهم بلد مثل العالم؟ طبعا ما ليش هذا ليش جبناء؟ اكثر من ليش نحن جبناء؟ أو رئيس لما أو بنكون هيك انا برجع بعد الله لا يردنا. لما بنكون جبناء امام ما عم نقدر نتناول فيه مستقبلنا وغدنا، الله لا يردنا. نحن بنكون شعوب غير جديرة بالحياة. وما بس عم بحكي عن لبنان، كل معظم نحن الدائرة بعالمنا العربي الله لا يردنا. نحن بعد الحرب العالمية الثانية ما كنا رجال ان انتماءاتنا الوطنيه، ما بنينا الدول فيها عداله للفرد، فيها عداله اجتماعيه، الفرد يحس حاله انه محصل له كرامته. ورثونا كم كبير من الهزائم ومن ثم بالوضع الاجتماعي. ونفس الشيء يعني نحن طيب ايه طيب ما قدرانين بس شاطرين يعني نحن نضلنا كل النهار قاعدين من نعمل واتساب وبنسوي وكل وقت لا انه اللي قاعد على هيدا دمرنا على فكره. اللي قاعد على هيدا بيقدر ينزل على الشارع ليحقق مطالبه. لاحظي انت هلا مين بينزل على الشارع؟ هلا مثل اليوم اذا لقطوا له الشيخ دين او واحد مثلا مشبوه بشيء بينزلوا جماعه بيقطعوا الشارع. اذا واحد تاخرت بقرته ما خلفت شيء 4-5 ايام يا بيقوس يا بينزل بيقطع الشارع. اذا شيء ثاني ما بينزل. تعي تفضلي انا حاعطيكي امثله. اذا هلا نحن بنجي في حدا بيقدر يدق بوضع الادويه والاستشفاء بالبلد؟ انا مستعد باي حلقه اجيب لك دواء مصنع بسوريا، دواء ضغط انا باخده. هيدا مصنع بسوريا جبته، وهيدا من لبنان. هيدا حقه بسوريا قد ايه؟ $4. هيدا حقه 92,000. حتى عم جيب من اوروبا ارخص بكثير. 92,000 بلبنان. مين المافيا؟ فيك تدقيها دقي فيها، ما بتقدر تدقي فيها لانه في كمان مجموعه العصابات اللي حاكمه حاميه. الكسارات فيك تدقي فيها، ما بتقدر انت. كل الالتزامات بالبلد فيك تدقي فيها، مين اللي ماسكها؟ طيب اذا اللبناني بدوش ينزل يقول اخ. الانسان لما بيقول اخ عمره ما يرجع، معناتها قليل الشعور، ما عنده احساس لا بالمواطنه ولا شيء. كله نحن اهم شيء اني انا عم باكل عم بشرب ومبسوط وغيره، وكل 6 اشهر بغير تليفون. بيعبي هالمواطن. بكره رح يجي نهار ينفجر وينزلوا كلهم على الشوارع. ما بينفجر لبناني، ما حينفجر. خليني ارجع لموضوع رئاسه الجمهوريه. يعني حضرتك عم تقول انه ما رح يصير في شيء، وهالجوله اللي عم بيقوم فيها الرئيس سعد الحريري كمان ما في الا اي افق او اي نتيجه. بس اليوم هل بعد بيحمل الرئيس سعد الحريري يعني كمان اي يغير وما يرشح العماد ميشيل عون بعد ما بالاول رشح الدكتور سمير جعجع بعدين الوزير الفرنجي؟ كل شيء وارد. مين كان بيقول جعجع بيرجع بينقلب وبيتبنى عون؟ هي الانقلابات اللي انت بتنامي عشيه بتقوم الصبح. كمان هلا ممكن. بس ليه عم بتسميها انقلاب؟ بالانقلاب واحد بنى ثقافته صاروا من سنه 2005 بهالموقف فجاه، وكانوا حملات اعلاميه بين بعضهم. طيب بس ما عملوا مصالحه مسيحيه هيدي. هلا مثل بنحكي بنضحك على بعضنا. مصالحه بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ خلينا والقوات بين شو قاعدين عم بيبوسوا بعضهم بالشوارع هلا يعني عم بيبوسوا بعضهم بالشوارع يعني الانتخابات البلديه تحالفوا باكثر من هيدي كلها تكتيكات. ما في حدا بيصالح حدا ولا شيء، وكله الي لإلي انا او لا احد عيني. بلعبه المصالح بيتوافقوا مثل ما هلا بالانتخابات بالجامعه بهكذا، بس نحن ما زلنا كل واحد ضمن الكانتون تبعه. طب بس شو مصلحته اليوم الدكتور سمير جعجع اذا عم تقول انقلاب، انه ينقلب ويرشح بيكون جزء من جزء من التركيبه اللي بتكون لياخذ حصته باللي جاي، لانه هو الافق تبعه لترشيح نفسه. ليش كان مرشح كل الوقت وبعدين بطل؟ طيب في لعبه مصالح عم تتساوى. هلا اذا بيزبط انه يعني مش كرد على الرئيس سعد الحريري لانه رشح الوزير سليمان فرنجيه، كل شيء ورد كرمال هيك رشح طبعا. طبعا عم بقول لك هيدي معناتها انه انا باخذ موقف انفعالي او موقف مدروس بناء على مصلحتي، مش عندنا خطه كامله عم نبني فيها وطن. خلينا نكون صريحين، لعبه مصالح بين هاي القوى. اكبر دليل خذ التقلبات. مين كان يقول الجنرال عون اللي سنة 89-90 كان بموقع معين وكان يا ستي حتى ضدنا، حتى يمكن لما كان الجيش هو اللي قصف الضاحية، مش هيك بيقولوا عنه؟ الآن هو أكبر حليف يدفع ثمن تحالفه مع المقاومة. مين كان بيقول بعض القوى المسيحية اللي كانت بموقع أصبحت بهذا الموقع؟ وكذلك الأمر.
ثلاث ارباع الشبيبه اللي بتسب سوريا مش هن صناعه سوريه؟ مش هن صناعه سوريه؟ بدك سمي لك هلا بجيب لك ملفاتهم كل واحد. احدهم اللي لما مات ابن الراحل باسل الاسد كتب: لقد خسر العالم رجلا كان سيلعب دورا تاريخيا كبيرا في المنطقه. مش هيك؟ هلا هو السانس تبع شتم سوريا والنظام. يعني اذا بدنا نحكي هيدا لبنان، هيدا لبنان اللي بيستقبل الغزاة وبيصير هو عندهم يشتغل، واذا اجت المراحل بيضربون. طيب انا بديش اقول هلا الجريده العظيمه اللي كانت، اعطيكي مثال تاريخ. قبل ب 24 ساعه كانت هي الجريده العظيمه في لبنان عماله من عناوينها، خلوا يرجعوا للارشيف لتحت، عم تمدح بحكومه فيشي. كانت حكومة فيشي الموالية للألمان نعم. هي اللي حاكمة فرنسا، وكان لها قوات هون ببيروت. عندما تقدم الجنرال غورو عفوا ديغول ومعه تبعوه فرنسا الحرة والمجموعة، ووصل إلى بيروت ونام هون بماردياس بأحد البيوت وأصبحت بيروت تحت سيطرة الجيش الفرنسي الحر بقيادة ديغول والحلفاء. ثاني يوم الصبح هي الجريدة كانت عم تمدح بفرنسا الحرة. هاي نحن اللبنانية هيك. إذا هلأ عيديد أو أي واحد من الصومال قدر له أن يلعب دور في لبنان، بصير أولادنا اسمه، نحن بصير اسمي أنا أبو عيديد، أو فلان بصير اسمه أبو صومال. خلينا بس نتوقف مع فاصل أستاذ رفيق مع المشاهدين، ومن بعده بنرجع على القسم الأخير من السياسة اليوم. مرحب فيكم مشاهدينا، وبنوصل للقسم الاخير من السياسه اليوم مع الاستاذ رفيق نصر الله. استاذ رفيق، يعني بما انه تحدثنا عن الاقليم وعن الانتخابات الامريكيه، كمان البعض بيربط الوضع بلبنان بالانتخابات الامريكيه، وانه اليوم المطلب الامريكي هو المحافظه على استقرار الليره وعلى استقرار الامن في لبنان، وما يصير في رئيس جمهوريه. ولكن هل الاداره الامريكيه الجديده رح تقبل برايك يضل الوضع على ما هو عليه بلبنان؟ أنا هذا اللي قلته قبل شوي، أنه نحن هلأ هذا ستاتيكو، يبقى الوضع على ما هو عليه. ممنوع تتفجر، ممنوع تعملوا تطورات بالجنوب مثلا ضد إسرائيل، ممنوع تشتبكوا بالداخل، بصير في احتكاكات، ماشي الحال. نحن جزء من ملف المنطقة، ولن يرسم للبنان وضع جديد إلا ضمن ملفات المنطقة. يعني تسوية شاملة. عندما ينقشع المشهد السوري والمشهد العراقي وبتشوفي انت الوضع اللي شو بده يصير. ليش؟ في شيء مهم ما حدا عم ياخده بعين الاعتبار. اسرائيل لن تسمح باي حل بالمنطقه اذا ما شافت كمان شو مستقبل الوضع بجنوب لبنان او حتى بجنوب سوريا، او بما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي. هي عندها اتفاقيه فك اشتباك من 74 مع سوريا، بترجع ما بترجع، بتضل هي الاتفاقيه ولا لا؟ ما بتجي اسرائيل بتسمح بحل بسوريا ينعكس ايجابا على لبنان وان يبقى الوضع على ما هو عليه، بما معناه انه طيب انتم في المقاومه اللي صار عندها صواريخ وكذا ودنيا وغيره، انا شو مستقبلها؟ هون بقى بدك تشوفي تسبقنا هي بحرب لحتى تعتقد انه بدها تضرب المقاومه، او المنظومه الاقليميه اللي فيها ايران بترجع بتضبط هذا الايقاع ضمن التفاهمات الغير معلنه، انه لا خلص وبيكونوا المقاومه وسلاحها جزء من الحل، الصيغه اللبنانيه. ساعتها انا بقول لك انه رايحين على الاستقرار. في معطيات اقليميه الى جانب ما بيستقر البلد بلبنان ودمشق قلقه او الوضع بسوريا قلق، ما هو له انعكاسه مثل ما انت تفضلتي قبل شوي. طب ما نحن لو ما الناس عم تقاتل على الجبال، كانت داعش ببيروت حكمت بيروت وحكمت طرابلس وصيدا ومحل ما بدك كانت، يعني كانت اخذت بمعزل عن اي رئيس امريكي جديد. لذلك انا بقول لك الاداره الامريكيه شو تصوراتها؟ طيب بعد بكير لحتى نشوف شو تصوراتها. هي لتستلم بعتقد بقانون، بده لحتى ترتب امورها وزاره الخارجيه، قلت لك الدفاع، كل الامور بتروح لاذار لنيسان لتبلش تشوفي شو الطريقه اللي جايه، شو ثقافه هالاداره جايه. نحن بنكون جزء من هذا الحل. هلا هن حابين البعض يعملوا ثغره
بهاللوحة ويقولوا طب خلينا نركب رئيس جمهورية للبنان بهالمرحلة، ربما يكون في كلمة سر. إيه. أنا لا أزعم لا أزعم أني عمال، ولكن بالمقابل طيب برجع بسأل كيف بدها تركب القصة هاي؟ يا عمي طيب أنا بدي أسأل سؤال. السعودية على تناقض مع الرئيس السوري، تطالب بإطاحته وحتى بشو مش هيك؟ طيب إذا جابوا الجنرال عون المتحالف مع المقاومة في لبنان، تركب سيبي بلبنان وبسوريا، كيف بدها تزبط مع السعودية مثلا؟ كرمال هيك انحكى عن فيتو السعودي على العماد عون اليوم ايه مثلا. يعني حتى انا وقت طرح الرئيس الوزير سليمان الفرجي، انا كنت اقول ما بتزبط. ليه؟ لانه كمان ما يربط ما بين الوزير سليمان الفرجي والرئيس بشار الاسد من صداقه ومن علاقات عائليه وغيره اكثر مما يربط حدا. كيف بدها تركب مع الوضع الاقليمي؟ بلكي لانه بطل لبنان من سلم اولويات وسلم اهتمامات السعوديه. لانه نحن مش سلم اولويات عند الكل، ما بس عند السعوديه. ليش الامريكاني مش عم يناموا لحتى يشوفوا نحن اذا الصبح عم نطبخ عم ناكل سودانيه ولا عم ناكل كنافه؟ يعني ما كل واحد منه لبنان منه انت هلا ما تعمل لي شغله بال على الحدود مع اسرائيل، ما تعملوا لنا شغله بال مش رسمينا، خليها هلا الامور في محلات تانية اكبر. الهم مش هون، بس يصير في بدايه حلول بيصير. والا كانت هذه اللي عمالين نحكيها هلا كان لازم يصير بعد ما راح رئيس الجمهوريه السابق واجا طيب بدايه هالحلول هيدي ممكن تصير بس اذا عطت الولايات المتحده كلمه السر، او انه كمان في العلاقات الايرانيه السعوديه تحديدا اللي هي اللي بتنعكس مباشره على اذا ما صار لك، خلينا نكون صريحين للاخر، اذا ما صار في تفاهمات سعوديه ايرانيه بالمستقبل، لا نحن بنستقر هون ولا بتستقر بسوريا ولا باليمن ولا بالعراق. الاشتباك الايراني السعودي على اوجه بكل شيء، حتى مذهبيا مستخدم فيه كل الاسلحه. لحد هلا ما في افق ليلتقوا، بس يبلش يقربوا من قراءه اللي عم بقول لك عنه النظام الاقليمي كيف بده يبنى، وبيصيروا يتفاهموا على شغلات بتتعلق بامن الخليج، بتتعلق بوضع الجزر الثلاثه بالامارات، بتتعلق بتبادل عندك الطاقه والغاز وكل الامور، بتتعلق بالوضع العراقي ومستقبل المشهد اللي حيكون ببغداد، وكيف ستحكم بغداد من جديد اذا راحت الموصل، وكل هاي الامور بالمشهد السوري. ساعتها انت بينعكس هذا ذلك على لبنان بتفاهمات، ساعتها انت بتركبي صيغه. لانه طيب اذا جبتي رئيس حكومي هلا انه بس لاداره جلسات مجلس الوزراء، إذا أقول أنا بديش هلا بدي أقول رئيس جنرال عون رئيس جمهورية، نعم. وسعد الحريري رئيس الحكومة وهالوزراء اللي إجوا، مش هيك؟ شو أنت يعني بتكون عملتي؟ القضايا الكبيرة ما بيسترجوا يقربوا عليها، ما بعد في نقيب النفس مثلا، بعد في اشتباك. هلا تعيين مدراء، تعيين قائد للجيش، تعيين مش عارف شو، بيمشي الحال. بس هيك البلد بدهم اياه يكون ما بتزبط. نعم. اثنين، انا كلمه بدي اقولها اخيره، والله بلاها، بيعلقوا فيي هلا اكثر. اذا هالقد يا جماعه الممانعه كيف بدكم سعد الحريري، ولهالقد كل اللي قلتوه وكل اللي خلتونا نقوله وخلتونا نعلق مع العالم وكان رجعتوا هو الحل. وخير ليش ما من الاول قلتوا لنا لحتى نتفاهم مع الزلمه قبل ما ربى دقنه لحتى نشوف شو بدنا نسوي. مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات الأستاذ رفيق نصر الله، نحن بنشكر حضورك معنا مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا بنشكركم على متابعة هالحلقة من السياسة اليوم، وبقية أوقات طيبة بتمناها لكم. إلى اللقاء.